بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سبق واتكلمنا عن الصور المشوهة عن الله وإزاي هي بتحدد الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها مع الله واللي بنستقبل بيها تعاملات الله معانا. هيجي سؤال مثلا يقول لك أنا أوري وش ربنا إزاي بعد كل اللي أنا عملته؟ أنا بحب ربنا عايز أعيش معاه، بس بصراحة الحياة معاه كئيبة، وربنا شايفني عارف اللي أنا بعمله، مهتم بيا، واخد باله من اللي أنا بعمله. ربنا عنده خير كتير وكريم مع كل الناس، ليه معايا أنا بالذات بخيل شوية؟ لازم أتألم وأتبهدل وأنا ماشي مع ربنا، بصلي كتير بس بين ربنا مش سامع. فين الوعود اللي في الكتاب المقدس اللي سمعنا عليها؟ ليه مش بتحصل معايا؟ ربنا كان فين لما اتأذيت واتبهدلت واتألمت ومريت بمواقف صعبة؟ ربنا ساكت ليه وشايف ان انا بعاني وبتعب وناس تانية اعرفهم بحبهم بيعانوا ويتعبوا وانا شايف ربنا مش بيتصرف؟ كل الأسئلة دي وزيها كتير لما بتيجي بتدل على ان احنا عندنا مشكلة في صورة الله في اذهاننا. صورة ربنا بتيجي في ذهننا منين؟ احنا اطفال صغيرين ما نعرفش ربنا وما شفناهوش، واحنا كبار ما شفناهوش واللاهوت لا يرى، لكن كوننا صورة ربنا من صورة التعاملات الوالدية بتاعت الاب والام واسر المنشأ في البداية. لو بابا غايب او لا مبالي او غير مكترث أو مش حاضر عاطفيا وذهنيا معايا وغير منتبه لمشاعري وتفاعلاتي معاه وإحساسي في البيت، بكون صورة عن ربنا برضه هو بابا. أنا بقول أبانا الذي في السماوات، على طول بيجي في ذهني صورة بابا الجسدي والآباء الجسديين ومصادر السلطة، فأكيد ربنا في السماء زي بابا في الأرض. بابا مش منتبه يبقى ربنا مش منتبه. بابا مشرع للقوانين وبيعاقب على الصح والغلط ويحاسب بس، يبقى كده ربنا زي كده مشرع القوانين ومستني يعاقبني. اقول له ابانا الذي في السماوات، بس اطفي الجحيم شويه عشان انا خايف، لان صوره بابا داخل البيت وماسك الحزام ملفوف على ايده وبيضرب فينا، هي دي صوره الله اللي مجهز العقاب ومستني يعاقبنا. او ربنا اللي مش سامعني وانا مش بهمه وهو مش فارق معاه حياتي ومش بيتدخل لان هو مش مهتم ومش مكترث بيا. دي صوره تانية مشوهه عن الله الغايب اللي بتشاور عن الاب الجسدي الغايب او الغير حاضر. او نقع في الفريسية، ابويا اللي بيقبلني لما اعمل انجازات كويسة تعجبه، ولما اجيب درجة حلوة يبقى نقع في الفريسية وادمان الدين وادمان الاشكال الديني. لازم اعمل واعمل، ودي كانت مشكلة الابن الاكبر في مثل الابن الضال. انا خدمتك سنين هذا عددها، منتظر ان انت تكرمني وتكافئني وتحاسبني وتقدرني وتعمل لي حفلة كبيرة وتديني افرح مع اصحابي لان انا عملت لك كل اللي يعجبك ويرضيك. انا مش بحبك انت، ما فيش علاقة معاك، بس انت الاله اللي ما بيعجبوش العجب ولازم نعمل اعمال صعبة عشان تعجبك. لكن الله الرحوم، الله القادر على كل شيء، الله المنتبه، ساعات بتغيب الصورة دي عن ذهننا لأن ممكن تفاعلاتنا الوالدية شوية أو تفاعلاتنا مع بعض ما كانش فيها العلاقات اللي مليانة حب ورحمة، فما لمسناش الحب والرحمة، فافتكرنا ربنا زي البشر اللي بنتعامل معاهم هو أكيد برضو زي كده. يعني احنا أسقطنا صورة تعاملاتنا الشخصية احنا مع بعض على الله، وافترضنا ان دي صورة الله ودي صفات الله وبناء عليها بنتعامل مع الله. احنا محتاجين نعرف الله الحقيقي حسب ما هو أعلن نفسه لينا، مش حسب الصورة اللي احنا تخيلناها عنه، عشان نعرف نتعامل معاه صح، نصلي صح، نستقبل نعمته صح. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى أبد الآبدين وإلى دهر الداهرين آمين.